بما كان فإن الأمور اشتباه. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا يوم الثلاثاء الرابع من شهر رمضان لسنة 1430 من هجرة خير من وطئ الحصى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو المجلس الثاني في شرح هذه الخاطرة، والتي عنونتها بعنوان ويا نفس جدي، وأخذتها من كلام أبي العلاء المعري في أبيات له. قال في هذا البيت: فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. طبعا يعني إن دهرك هازل فيها مؤاخذة شرعية، لأنه لا يجوز أن نسب الدهر ولا أن ننتقصه. وقد قال الله سبحانه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. وفي الحديث الإلهي وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الدهر، وقال الله عز وجل: أنا الدهر أقلب الليل والنهار. لكن هي عادة الشعراء أنهم إذا ذكروا الدهر يقصدون الزمان وأهله. فيعني هذه الخاطرة عنونتها بهذا العنوان، لأنه هذا أنسب معنى يكون تحته مثل هذا الكلام المتفرع الكثير والذي ابتدأناه أمس. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وعجبا من عارف بالله عز وجل يخالفه ولو في تلف نفسه، وهل العيش إلا معه، هل الدنيا والآخرة إلا له، أف لمترخص في فعل ما يكره لنيل ما يحب، تالله لقد فاته أضعاف ما حصل، أقبل على ما أقوله يا ذا الذوق. وطبعا بدأ المسألة أو بدأ الخاطرة بالتعجب من المخلوق الذي يهلك نفسه في المخالفة. والعادة أن يحرص المرء على نفسه، كل امرئ شحيح بنفسه، يخشى عليها من التلف، بل ويستعمل الرخص الشرعية في بقاء نفسه، يعني لا يتلفها. ورخص له أن يقول كلمة الكفر لكي يحفظ نفسه، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا. نزلت هذه الآية في واقعة عمار بن ياسر مع الكافرين، وكان عمار ضعيف البنية، حتى أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد كان مريضا وكان ناقها، أي في فترة نقاه، فكان الناس يحملون لبنة وهو يحمل لبنتين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن ظهره ويقول: يا ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. فهو عمار رضي الله عنه كان ضعيف البنية، فلما عذبه المشركون وأبانوا له سبيل الخلاص من هذا العذاب، وهو أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم،
وما أقول؟ قالوا قل هو ساحر، هو كاهن، هو مجنون، اللي هي تهم المشركين المعلبة اللي كانوا يقذفون بها النبي عليه الصلاة والسلام. فقالها عمار: هو ساحر، هو كاهن، هو مجنون. فلما برد جلده من هذا العذاب رجع لائما لنفسه: كيف أقول هذا الكلام عمن أخرج من الظلمات إلى النور، وعمن جعل الله عز وجل الهداية على يديه، نحو هذا الكلام يعني. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتخلص من هذا العذاب، عذاب الضمير، فقال: قص عليه ما جرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا عمار، كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال: يا عمار، إن عادوا فعد. هذا حديث حسن بطرقه وشواهده. إن عادوا فعد، أي إن عادوا إلى تعذيبك فعد إلى سبي وشتمي. فرخص للمرء أن يتكلم بكلمة الكفر. وهناك خلاف بقى في فعل الكفر، هل يكفر بالفعل أم لا؟ الصحيح أنه لا يكفر، لا بالقول ولا بالفعل، إذا ألجأته الضرورة إلى ذلك. وفي أثر بيحتج به من يعني يفرق في المسألة دي، أثر سلمان الفارسي الذي رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد بسند ضعيف أو واهن، اللي هو: دخل رجل النار في ذباب، ودخل رجل الجنة في ذباب. قالوا: كيف ذلك؟ قال: كان قوم يعبدون آلهة، فمر رجل فقالوا: قرب لإلهنا قربانا. قال: لا أجد قربانا. قال: قرب ولو ذبابة. فأمسك بحجر وقتل ذبابة فدخل النار. ومر رجل آخر فقالوا: قرب لإلهنا قربانا. قال: وما أقرب؟ قالوا: قرب ولو ذبابة، فأبى فقتلوه، فهذا دخل النار، أو ذاك دخل النار وهذا دخل الجنة. وما يحتج بمثل هذا الأثر على التفريق بين القول والفعل في المسألة دي. والحقيقة أن هذا الأثر لا يصح أولا من جهة الإسناد، وما وقع في بعض الكتب المتأخرة من نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ لا يصح، لأن هذا لا يعلم إلا موقوفا على سلمان مع وهاء الإسناد إليه. ثم لو صح فإن سلمان كما تعلمون يعني كان يأخذ من كتب